في إحدى المدن الخليجية الصاخبة، حيث تلمع الأبراج الزجاجية في ضوء الشمس وتتحرك السيارات الفارهة في الشوارع العريضة، كان سالم الراشدي واحداً من أبرز رجال الأعمال المعروفين بثرائهم ونفوذهم. رجل في منتصف الأربعينيات، ملامحه صارمة، عيناه تحملان مزيجاً من الحزم والطموح، وابتسامة لا تظهر إلا حين ينجح في عقد صفقة جديدة. سالم لم يكن مجرد رجل أعمال ناجح، بل كان شخصية مثيرة للجدل. الجميع يعرفون عنه صلابته في العمل، لكن قلة قليلة هي من تعرف الجانب الآخر من حياته، الجانب الذي يتخفى خلف جدران قصره الفخم. كان يقيم في فيلا فارهة في إحدى ضواحي المدينة، حيث يعمل لديه عدد كبير من الموظفين والخدم. وبين هؤلاء كان ماجد، سائقه الخاص، رجل هادئ الطباع في أوائل الثلاثينات، متزوج منذ سنوات من امرأة تدعى ليان. ليان كانت شابة جميلة في أواخر العشرينيات، تتمتع بحضور طاغ رغم بساطتها. لم تكن من الطبقة الثرية، بل عاشت حياة متواضعة مع زوجها، الذي كان يسعى دائما لتأمين حياة كريمة لها. كانت سندا له، تشاركه همومه، وتخفف عنه ضغوط العمل. لكن القدر، كما يبدو، كان يخبئ شيئا لم يكن في الحسبان. في إحدى الأمسيات، وبينما كان ماجد يقود السيارة الفارهة لسيده سالم عائدا من اجتماع عمل، لمح سالم انعكاس صورة زوجة سائقه في شاشة هاتفه، حين اتصلت بماجد تسأله عن موعد وصوله. لم يعر الأمر اهتماما في البداية، لكن ملامحها وصوتها الرقيق عبر الهاتف ترك أثرا غامضا بداخله. مرت الأيام، وبدأ سالم يجد نفسه بشكل غريب يفكر في تلك المرأة. في البداية حاول إقناع نفسه أن الأمر لا معنى له، فهو رجل ثري يملك كل ما يتمناه. لكن شيئا داخليا كان يدفعه نحوها، فضول أولا، ثم انجذاب، حتى تحول الأمر إلى رغبة لا يستطيع كبحها. بدأ يراقب ماجد عن قرب، يسأله عن حياته، عن زوجته، عن تفاصيل صغيرة لم يكن يلتفت إليها من قبل. وماجد، ببراءته وبساطته، كان يجيب دون أن يشك بشيء. وذات يوم، قرر سالم أن يرى ليان بنفسه، فاختلق ذريعة ليزور ماجد في منزله الصغير في إحدى الأحياء الشعبية. حين فتحت ليان الباب، شعر سالم للحظة أن الزمن توقف. ملامحها الهادئة، عيناها البريئتان، ابتسامتها الخجولة، كل ذلك أشعل بداخله شيئا لم يعرفه منذ زمن. تحدث معها باحترام ظاهر، وأبدى إعجابه بترتيب منزلها البسيط، بينما كان قلبه يخفق بإيقاع مختلف. أما ليان، فلم يكن يخطر ببالها أن سيد زوجها يحمل تلك النظرات خلف ابتسامته الرسمية. بعد تلك الزيارة، تغير شيء في علاقة سالم بزوجة سائقه. صار يختلق الأسباب ليراها مجددا. مرة يرسل ماجد في مهمة ويطلب من ليان أن توصل له أوراقا هامة، ومرة أخرى يتعمد أن يلتقي بها بحجة الاطمئنان على أحوالها. كان يقترب خطوة بخطوة، يحاول كسر الحاجز بينها وبينه، مستخدما لباقة كلامه وثرائه، عارضا المساعدة بطرق غير مباشرة. وليان، التي كانت اعتادت حياة البساطة والاحترام، بدأت تشعر بتوتر داخلي كلما وجدت نفسها في حضرته. كانت تدرك أن نظراته ليست عابرة. كانت تدرك أن وراء اهتمامه ما يتجاوز حدود اللياقة. لكنها كانت ممزقة بين شعور الخوف من كشف الأمر لزوجها وبين الحذر من نوايا رجل لا يمكن رفضه بسهولة. سالم، من جانبه، لم يكن يفكر في العواقب. كان مقتنعا أن كل شيء في حياته يمكن أن يدار كما يريد، كما تدار صفقاته ومشاريعه. لم يكن يتصور أن الدخول في حياة امرأة متزوجة، خصوصا زوجة سائقه الوفي، قد يفتح أبوابا لم يكن يتوقعها. مرت ليال طويلة، وليان تفكر، كيف تواجه هذا الوضع؟ هل تخبر ماجد؟ لكنها خافت أن يتسبب ذلك في خسارة عمله، أو في جلب المشاكل. كانت تخشى أن يتهم زوجها بالتقصير، أو أن تلقى اللائمة عليها. أما ماجد، فكان يعيش حياته ببساطة، لا يدرك شيئا مما يحدث في الظل. كان يثق بسيده ثقة عمياء، ويعتبره مصدر رزقه واستقراره. ولم يكن ليخطر بباله أبدا أن الرجل الذي يغدق عليه بالرواتب والمكافآت،
قد يخفي نوايا تهدد حياته الأسرية. سالم من جهته بدأ يظهر جانباً جديداً من شخصيته. صار أكثر جرأة، يلمح بكلمات ذات مغز، يلقي عبارات لا تحتمل التأويل. وفي إحدى اللحظات التي لن تنساها ليان، قال لها بصوت منخفض وهو يناولها ظرفاً بحجة مساعدة عائلية: أنت تستحقين حياة أفضل من هذه، ليان. حياة لا ينقصها شيء. ارتجفت يداها وهي تتلقى الظرف، لكنها رفضته فوراً، وقالت بحزم لم يتوقعه: سيدي، أنا زوجة رجل شريف، ولا أسمح لأحد أن يضعني في هذا الموقف. كان موقفها صريحاً، لكن سالم لم يتراجع، بل على العكس، بدا وكأنه ازداد إصراراً. ربما لأنه لم يعتد أن تغلق الأبواب في وجهه، أو لأن تحديها أثار بداخله رغبة أكبر في كسبها. ومن هنا بدأت القصة تأخذ منحاً آخر. ليان تعيش صراعاً داخلياً بين خوفها من فقدان زوجها وثقتها بنفسها، وبين محاولاتها المستمرة لتجنب مواجهة مباشرة مع رجل يملك من السلطة ما قد يقلب حياتها رأساً على عقب. أما سالم فقد بات أكثر خطورة في نواياه، فهو لم يعد يرى في ليان مجرد امرأة عابرة، بل تحدياً شخصياً، وربما شيئاً يتجاوز الرغبة العابرة إلى ما يشبه الهوس. وفي تلك الأثناء بدأ ماجد يلاحظ شيئاً غريباً. كان يشعر أن زوجته لم تعد كما كانت. كثيراً ما شردت في التفكير، وملامح القلق بدت واضحة على وجهها. حاول أن يسألها، لكنها كانت تخفي الأمر خوفاً من تفجير أزمة لا تستطيع السيطرة عليها. ومع مرور الوقت ازدادت الأحداث تعقيداً. سالم لم يتوقف عن محاولاته، وليان باتت تعيش تحت ضغط نفسي خانق، وماجد بدأ يشك أن هناك ما يخفيه القدر، شيئاً لم يدركه بعد، لكنه في طريقه للانفجار. وهكذا بقيت القصة مفتوحة، تنتظر اللحظة التي ستتكشف فيها الأسرار، وتنكشف معها العواقب التي لم يكن سالم يتخيلها يوماً. بدأت ليان تعيش أيامها محاصرة بين شعورين متناقضين. من جهة كانت تحاول أن تحافظ على استقرار حياتها الزوجية، وعلى ثقتها بزوجها الذي أحبته منذ سنوات. ومن جهة أخرى كانت تشعر بأن أنفاس سالم تطاردها في كل مكان، كظل ثقيل يقتحم مساحتها الخاصة. في كل مرة يطلب سالم أن يراها كانت ترتبك. لم تعد تعرف هل تتهرب لتنجو، أم تواجهه لتضع حداً نهائياً لهذا الجنون. لكنها كانت تخشى أن أي مواجهة مباشرة قد تفجر الوضع أكثر مما تتحمل. كانت لياليها ثقيلة. كانت تستلقي إلى جانب ماجد بينما هو يغرق في نوم عميق بعد يوم طويل من العمل، وهي تحدق في السقف بعينين مفتوحتين. تفكر: ماذا لو اكتشف الحقيقة؟ هل سيتهمها بالخيانة؟ أم سيغضب ويترك عمله؟ الاحتمالات كانت تخيفها، فهي تعلم أن سالم قادر على تدمير حياة زوجها بقرار واحد. في أحد الأيام، وبينما كانت ليان في طريقها إلى السوق، توقفت سيارة فارهة أمامها فجأة. النافذة انخفضت، وظهر وجه سالم بابتسامة باردة. قال لها: أيمكنني أن أوصلك؟ السوق بعيد، وأنت تحت الشمس الحارقة. ارتبكت ليان، نظرت حولها على أحدا يراها. ردت بسرعة: شكرا، لا داعي، سأذهب بنفسي. لكنه لم يغلق النافذة، بل ظل يبتسم وقال بصوت منخفض: أتعلمين؟ عنادك يجعلني أكثر إعجابا بك. تسارعت خطواتها مبتعدة، لكن قلبها كان يخفق بقوة. كانت تعلم أن رفضها العلني قد يثير غضبه، لكنها لم تكن قادرة على الاستسلام. مرت الأيام، وسالم لم يعد يخفي نواياه. صار يرسل لها رسائل غير مباشرة عبر ماجد، يسأله عن تفاصيل حياتها اليومية، يتعمد أن يعرف ما تحبه وما تكرهه، كأنه يرسم لوحة كاملة عنها. ذات مساء، وبينما كان ماجد يتناول العشاء مع زوجته، أخبرها بحماس: تصدقين يا ليان؟ سيدي سالم قال لي اليوم إنني محظوظ لأن لدي امرأة مثلك. لم أفهم ما قصده، لكنه بدا معجبا بك حتى من دون أن يراك كثيرا. شعرت ليان بدمائها تتجمد. لم تستطع الرد، فقد ابتسمت ابتسامة باهتة وهي تخفي ارتجاف يديها. كان ماجد يتحدث ببساطة:
دون أن يشك في أن وراء كلمات سيده معنى آخر. لكن في داخلها اشتعل الخوف أكثر. سالم من جانبه كان يزداد اندفاعاً. لم يعد يكتفي بالكلمات، ففي إحدى المرات استغل غياب ماجد وذهب إلى بيتهم من جديد. طرق الباب ففتحت ليان وقد ترددت للحظة قبل أن تنطق. قالت بصوت منخفض: سيدي، لا يليق بك أن تأتي هنا في غياب زوجي. ابتسم سالم ابتسامة واثقة ورد قائلاً: أنا لا آتي كغريب، بلا كصديق للعائلة. ثم أنا لم أستطع أن أمنع نفسي من رؤيتك. شعرت ليان بأنها محاصرة. حاولت أن تغلق الباب برفق، لكنه وضع يده ليمنعها. لم يكن عنيفاً، لكنه كان حازماً. قال لها: ليان، لست مثل الأخريات. أنا أرى فيك شيئاً مختلفاً. ألا تشعرين أن حياتك تستحق أكثر من هذا الحرمان؟ تراجعت للخلف وارتعشت الكلمات على شفتيها. سيدي، أنا سعيدة بحياتي، برجلي وبمنزلي. لا تفسد علي ما بنيته. ساد صمت قصير، ثم تراجع سالم خطوة إلى الوراء، وكأن كلماته لم تحقق ما يريد. لكنه وقبل أن يرحل نظر إليها بعمق وقال: لن أستسلم ليان، أنت لا تعرفين كم أحتجك. وأدار ظهره، تاركا إياها ترتجف خلف الباب المغلق. في تلك الليلة جلست ليان أمام المرآة طويلا، تتأمل وجهها الذي بدا شاحبا من شدة القلق. سألت نفسها: لماذا أنا؟ ما الذي يراه سالم في امرأة بسيطة مثلها؟ لكن الجواب لم يكن يهم. ما كان يهمها حقا هو أن تهرب من هذا المأزق قبل أن ينهار كل شيء. على الجانب الآخر بدأ ماجد يلاحظ توترا أكبر في زوجته. كانت تتجنب النظر في عينيه أحيانا، وكانت تتظاهر بالانشغال لتخفي ارتباكها. وفي داخله بدأ شك صغير ينمو، لكنه لم يجد له تفسيرا. كان يلوم نفسه أحيانا، يعتقد أن ضغوط عمله أبعدته عن زوجته وجعلتها حزينة. وذات ليلة جلس بجانبها وقال بحنان: ليان، هل أنت بخير؟ أشعر أنك تغيرت. أخبريني، هل هناك ما يزعجك؟ نظرت إليه بعينين دامعتين، لكنها لم تستطع أن تقول الحقيقة. فقد هزت رأسها قائلة: لا شيء يا ماجد، أنا فقط متعبة قليلا. احتضنها محاولا أن يزرع الطمأنينة في قلبها، بينما قلبها يغلي من الداخل. سالم في تلك الأثناء كان يخطط لخطوته التالية. لم يعد يفكر كعادته بعقلية رجل الأعمال البارد. هذه المرة كان يوقد برغبة جامحة تقترب من الهوس. لم يعد يكتفي بالنظرات والكلمات، بل أراد أن يمتلك ليان بأي ثمن. في اليوم التالي استدعى ماجد إلى مكتبه. جلس أمامه بابتسامة غامضة وقال: ماجد، أنت موظف مخلص، وأنا أقدرك كثيرا. لذلك قررت أن أرفع راتبك وأمنحك سيارة جديدة أيضا. انبهر ماجد، لم يصدق نفسه. شكره بحرارة وهو يشعر بالامتنان، بينما في ذهن سالم كانت تدور خطة أخرى. كان يريد أن يغرق الرجل في عطاياه ليضمن ولاءه الكامل، بينما هو يقترب أكثر من زوجته في الظل. لكن ما لم يكن يعلمه سالم أن ليان بدأت تفكر بطريقة مختلفة. هي لم تعد فقط خائفة، بل بدأت تدرك أن هذا الوضع قد يستمر ويزداد خطورة إن لم تفعل شيئا. وبدأت تسأل نفسها: هل تصارح زوجها بالحقيقة مهما كانت النتائج؟ أم تصمت وتتحمل حتى تجد مخرجا آخر؟ كانت تعرف أن مصارحته قد تشعل نارا لا تطفأ بسهولة، لكنها أيضا كانت تدرك أن الصمت قد يجعلها عالقة في شبكة لا مفر منها. وفي إحدى الليالي، وبينما كان ماجد يتحدث عن خططه للمستقبل وكيف أن سيده يدعمه ويرفع من شأنه، جلست ليان تنظر إليه بصمت، والدموع تتجمع في عينيها. كانت ترى بوضوح أن الرجل الذي يثق به زوجها هو نفسه الذي يحاول سرقة استقراره وسعادته. لكنها بقيت صامتة. لم تكن تعرف أن الأيام القادمة ستجعل قرارها أكثر صعوبة، وأن الصراع سيتخذ شكلا أخطر مما توقعت. ففي مكان ما داخل عقل سالم كانت خطة جديدة تتشكل، خطة قد لا تترك مجالا للهروب، لا لليان ولا لماجد. وهكذا استمرت القصة
مفتوحة على احتمالات كثيرة، تحمل في طياتها عاصفة من الأسرار والعواقب التي لم تنكشف بعد. لم تعد ليان قادرة على احتمال الضغط النفسي الذي يثقل صدرها كل يوم أكثر. كلما رأت زوجها يبتسم ويتحدث بحماس عن سيده، شعرت بوخز في قلبها. كيف تستطيع أن تخبره أن الرجل الذي يمنحه الأمان والعمل هو ذاته الذي يحاول أن يهدم بيته؟ في أحد الأيام، وبينما كان ماجد منشغلاً بتلميع السيارة الجديدة التي أهداها له سالم، جلست ليان على شرفة المنزل الصغيرة تحدق في الشارع المزدحم. كان عقلها يضج بالأفكار. ربما حان الوقت لتتحدث، ربما آن الأوان لتضع حداً لهذا الصمت المرهق. لكنها، وفي كل مرة تقترب من اتخاذ القرار، كان الخوف يجرها للخلف. ماذا لو لم يصدقها ماجد؟ ماذا لو اعتبر الأمر مجرد أوهام؟ في تلك الليلة، رن هاتف المنزل. نهضت ليان لترد، فسمعت صوتاً مألوفاً يهمس: أتعمدت الاتصال بك في هذا الوقت، لأنني أعلم أن ماجد ليس في البيت. ارتجفت يداها وهي تشد على السماعة. كان سالم. تابع بصوت منخفض: ليان، لم أعد أحتمل هذا البعد. كل يوم يمر يجعلني أكثر رغبة فيك. أريد أن أراك، ولو لساعة واحدة فقط. سقط قلبها إلى قدميها. أغلقت الهاتف بسرعة دون أن تنطق بكلمة، ثم جلست على الكرسي وهي تلتقط أنفاسها بصعوبة. هل يعقل أن يتجرأ أكثر ويستمر في ملاحقتها بهذه الطريقة؟ لم تمض دقائق حتى عاد ماجد إلى المنزل، مبتسماً، وهو يحمل بعض الحلوى. اقترب منها قائلاً: اليوم شعرت أنني بخير، أن الدنيا بدأت تبتسم لنا يا ليان. سيدي سالم يعاملني كأخ. لقد وعدني بترقية كبيرة قريباً. كادت الدموع تسيل من عينيها. شعرت أن قلبها يتمزق بين صمتها الذي يحمي زوجها، وبين خوفها من أن ينقلب كل شيء فجأة. مرت الأيام، وسالم لم يتوقف. صار أكثر جرأة، يرسل رسائل قصيرة من أرقام غير معروفة، كلمات مقتضبة لكنها كافية لإرباكها: أفكر بك. لن أتوقف. قريبا سنكون وحدنا. كانت ليان تمزق الأوراق أو تحذف الرسائل فورا، لكنها لم تستطع تمزيق القلق الذي ينهش قلبها. وذات مساء، وبينما كانت تساعد ماجد في ترتيب بعض الأوراق التي جلبها من مكتب سالم، وقعت عينها على ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط سالم: لا شيء يهمني الآن سوى أن تكوني لي. كادت تصرخ، لكنها تماسكت. أسرعت بطي الورقة وإخفائها قبل أن يلاحظ زوجها. كانت تلك الكلمات دليلاً جديداً على أن الأمر يزداد خطورة. في اليوم التالي، طلب سالم من ماجد أن يسافر في مهمة عمل قصيرة إلى مدينة مجاورة. كان الأمر يبدو عادياً بالنسبة لماجد، لكنه بالنسبة لليان كان ناقوس خطر. ماذا لو استغل سالم غياب زوجها ليقتحم حياتها أكثر؟ وقفت أمام المرآة في صباح ذلك اليوم، تتحدث إلى نفسها بصوت مرتجف: لن أدعه يربح. لن أسمح له أن يهدم حياتي. لكنها لم تكن تعرف كيف يمكن أن تدافع عن نفسها وحدها. وبالفعل، لم يمر وقت طويل حتى جاء الطرق على باب منزلها. قلبها خفق بقوة، وعندما فتحت الباب وجدت سالم واقفاً، بثيابه الأنيقة وعطره النفاذ، يبتسم ابتسامة واثقة. قال لها: ألم أخبرك أنني سأعود؟ ارتجفت قدماها وهي تجيب: سيدي، هذا ليس مكانك. ارحل، أرجوك. دخل بخطوة ثابتة قبل أن تتمكن من منعه، وأغلق الباب خلفه. لم يكن صوته غاضباً، بل كان هادئاً على نحو مريب: أنا لا أريد أن أؤذيك، ليان. كل ما أريده أن أعطيك ما تستحقينه. ألا ترين أنني أستطيع أن أغير حياتك إلى الأبد؟ تراجعت للخلف، تبحث بعينيها عن أي مخرج. ردت بصوت مرتعش: أنا لا أريد شيئاً منك. لدي زوج يحبني ويكفيني. اقترب أكثر، حتى شعرت بأنفاسه تلامس وجهها. قال: زوجك رجل طيب، لكنه لن يمنحك الحياة التي استطيع أن أمنحك إياها. صرخت فجأة بكل ما في قلبها: كافة أن تدمرني بهذا الجنون. إن كنت تحترم نفسك، أخرج الآن. تجمد سالم للحظة، لم يتوقع أن تواجهه بهذه القوة. نظر إليها مطولاً،
ثم ابتسم ابتسامة غامضة وقال: ستدركين عاجلا أم آجلا أنني لا أهزم بسهولة. ثم خرج، تاركا الباب مفتوحا خلفه. جلست ليان على الأرض، تبكي بصوت مكتوم، وهي تدرك أن هذه المعركة لم تنتهي بعد. بعد يومين، عاد ماجد من سفره وهو يحمل الهدايا والابتسامات. كان سعيدا بنجاح رحلته وبالثقة التي منحه إياها سالم. لكنه شعر أن ليان أكثر صمتا من ذي قبل، وأن عينيها تحملان حزنا غامضا. جلس بجانبها وقال: ليان، أقسم أنني سأجعلك أسعد امرأة. أحتاج فقط لبعض الوقت حتى استقر أكثر. ابتسمت بمرارة، وفي داخلها كانت تقول: كل ما أريده هو أن تبقى بجانبي، وأن يرحل شبح سيدك عنا. سالم في تلك اللحظات كان جالسا في مكتبه، يحدق في صورة التقطها خلسة لليان في إحدى زياراته. عينيه تلمعان بغموض، وشفتيه تتمتمان. ستكونين لي مهما كلف الأمر. لم يكن أحد يدرك أن اللعبة قد بدأت تأخذ شكلا أخطر، وأن الطريق أمامهم جميعا يمهد لانفجار قادم. ليان كانت عالقة بين نارين، نار الخوف من كشف الحقيقة، ونار الصمت الذي يخنقها. وماجد بدأ يقترب ببطء من إدراك أن هناك شيئا ما يتغير في حياته، لكنه لم يكن يعرف بعد أنه يقف على حافة هاوية لم يرها قادمة. أما سالم فقد تجاوز مرحلة الانتظار. كان يعد الأيام والليالي، وكأن شيئا حاسما يقترب، شيئا سيغير مسار حياة الجميع بلا رجعة. وهكذا بقيت القصة مفتوحة، غارقة في التوتر، على أعتاب مواجهة أكبر لم يكشف بعد مداها. كانت الأيام تمضي ببطء شديد، والقلق يتسرب إلى كل تفاصيل حياة ليان. لم تعد قادرة على إخفاء ارتباكها الدائم، ولم تعد ابتسامتها الصافية كما كانت من قبل. ومع ذلك، كانت تحاول أن تحافظ على مظهر طبيعي أمام زوجها، حتى لا تثير شكوكه أكثر مما بدأت تتراكم في داخله. ماجد من جهته بدأ يشعر أن شيئا غريبا يحدث. لم يكن يملك دليلا واضحا، لكنه كان يرى التغيير في عيني زوجته، ويشعر بالمسافة الخفية التي بدأت تتشكل بينهما. ذات ليلة، وهو يجلس بجانبها في غرفة المعيشة، أمسك بيدها وقال بصوت مفعم بالقلق: ليان، هل هناك ما تخفينه عني؟ ارتجفت يدها بين يديه. أرادت أن تبوح بكل شيء، أن تصرخ بالحقيقة التي تكتمها منذ أسابيع، لكنها ترددت. نظرت إليه بعينين دامعتين وقالت: ماجد، أنا فقط خائفة من أن نفقد هذه الحياة التي بنيناها معا. ضمها إلى صدره قائلا: لن أفلت يدك أبدا ما دمت بجانبي. في تلك اللحظة أدركت ليان أن عليها أن تواجه الحقيقة مهما كانت العواقب، فالصمت لن يحميها طويلا. في اليوم التالي اجتمعت شجاعتها أخيرا. جلست مع ماجد في المطبخ، واليد ترتجف وهي تمسك بكوب الشاي. قالت بصوت مبحوح: ماجد، سيدك سالم لم يكن صادقا معك. رفع رأسه باندهاش، وعيناه تتسعان. ماذا تقصدين؟ أخذت نفسا عميقا، ثم أطلقت الكلمات دفعة واحدة: إنه يحاول أن يقترب مني، يحاول أن يغويني منذ فترة، وأنا خفت أن أخبرك لأنني لم أرد أن أخسر عملك أو تظن بي السوء. ساد صمت ثقيل، كأن الهواء في الغرفة توقف عن الحركة. ماجد ظل يحدق فيها، وكأنه لم يفهم ما سمعه للتو. ثم نهض فجأة، وبدأ يتمشى بعصبية، يضرب كفه براحة يده الأخرى. قال بصوت مبحوح بالغضب: سالم، سيدي سالم. يحاول أن يمد يده إلى زوجتي. اقتربت منه ليان، ودموعها تسيل على خديها. أقسم لك أنني لم استسلم له أبدا. قاومته بكل ما أملك، لكنني لم أعد أستطيع التحمل. نظر إليها ماجد طويلا، ثم وضع يديه على كتفيها وقال: أنا أثق بك ليان، لكنني لن أسكت بعد اليوم. لن أسمح له أن يدوس كرامتنا. في تلك الليلة لم يغمض لماجد جفن. ظل يفكر في كيفية مواجهة رجل يملك كل هذا النفوذ. لم يكن يريد أن يخسر عمله، لكنه أيضا لم يستطع أن يترك الأمر يمر كأن شيئا لم يكن. وفي قلبه كان الصراع يزداد: أيهما أثمن؟ لقمة العيش أم كرامته وكرامة زوجته؟ في صباح اليوم التالي قرر أن يواجه سيده.
دخل مكتب سالم بخطوات ثابتة، وعيناه تحملان غضبا لم يره سالم من قبل. وقف أمامه مباشرة وقال: سيدي، جئت اليوم ليس كسائقك، بلا كزوج. وأقولها لك بوضوح، ابتعد عن زوجتي. تجمد سالم في مكانه للحظة، ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة ساخرة. قال: ماجد، هل جننت؟ هل تسمح لنفسك أن تتحدث معي بهذه الطريقة؟ رد ماجد بثبات: ربما أجننت، لكني لن أسمح لك أن تهينني في بيتي. ليان زوجتي، وحياتي معها خط أحمر. نهض سالم من مكانه ببطء، واقترب من ماجد بعينين متقدتين. قال بصوت منخفض: أنت لا تعرف مع من تتحدث. بكلمة واحدة يمكن أن أدمرك وأجعلك تتسول في الشوارع. رفع ماجد رأسه بشجاعة رغم ارتجاف يديه: قد تدمر عملي، لكنك لن تسرق شرفي. أنا أفضل أن أفقد كل شيء على أن أفقد احترامي لنفسي. سادت لحظة صمت مشحونة، لم يسمع فيها سوى صوت أنفاسهما المتوترة. وأخيرا ضرب سالم بيده على المكتب بقوة، ثم أدار وجهه بعيدا وقال: اخرج من وجهي الآن قبل أن أفقد أعصابي. خرج ماجد من المكتب بخطوات متثاقلة، لكنه شعر بارتياح داخلي لأول مرة منذ أسابيع. لقد قال ما يجب أن يقال، ووضع حدا للسكوت. لكن المواجهة لم تنتهي بعد. عاد ماجد إلى المنزل ليجد ليان تنتظره بقلق. جلس بجانبها وأمسك بيدها قائلا: لقد أخبرته، لن يقترب منك بعد اليوم. نظرت إليه بامتنان، ودموعها تنساب بصمت. شعرت أن حبها له ازداد عمقا، وأن الرابط بينهما أصبح أقوى بعدما اجتمع في مواجهة العاصفة. سالم من جهته لم يهدأ. كان غضبه يشتعل أكثر كلما تذكر كلمات سائقه. لم يكن معتادا على أن يتحداه أحد، فما بالك برجل يراه مجرد موظف بسيط. لكنه، ولأول مرة، شعر أيضا بالخوف من أن يترك اندفاعه يهدم صورته التي بناها أمام الجميع. مرت الأيام، وسالم ابتعد بالفعل عن ليان. لم يعد يتصل، ولم يعد يحاول أن يقترب، لكنه ظل يراقب من بعيد كذئب جريح ينتظر فرصة أخرى. أما ماجد وليان فقد عادا شيئا فشيئا إلى حياتهما الطبيعية. لم تختفي آثار الجراح سريعا، لكن الحب الذي جمعهما كان أقوى من أي محاولة لتمزيقه. جلس ذات مساء في الشرفة ينظران إلى السماء المليئة بالنجوم. قال ماجد وهو يمسك بيد زوجته: تعلمين يا ليان، ربما خسرنا أشياء كثيرة، وربما نخسر أكثر، لكن ما دمت معي فأنا أملك الدنيا كلها. ابتسمت ليان ومسحت دموعها التي انسابت بهدوء، وقالت: وأنا ما دمت بين يديك لن أخاف شيئا. وهكذا أسدل الستار على فصل مؤلم من حياتهما، لكن القصة لم تنته. فما زال في الأفق أسئلة معلقة، وما زالت العواقب تنتظر أن تظهر بشكل أو بآخر. إلا أن ما ثبت حقا هو أن الحب حين يكون صادقا يصبح أقوى من كل النفوذ والمال، وأبقى من كل إغراء عابر.